ما فكرت ولا للحظة تقول أنا يعني لازم لاقي مخرج آمن لإلي أطلع من أبدا. هالورطة اللي ورطة نحن شو؟ فيها؟ الرئيس الأسد قبل شهر يمكن كان بالقمة العربية في السعودية، ورجب طيب أردوغان كان يطالب الرئيس الأسد بأن يلتقي به، وكان حديثه عن حاضنة عربية لسوريا. وهلأ بالحلقة رح أكشف لك شو المنو مكشوف من محاولات التواصل مع الدولة في سوريا. بدنا نقرأ المشهد؟ صح بدنا نقرأ. بدنا نواكب المرحلة الجديدة؟ صح بدنا نواكبها. بدنا نعمل خلاصة من خلالها نرجع نقدر نخرج بموقف ينسجم مع طبيعة المرحلة؟ صح. بس بدنا ننقلب على تاريخنا، ما تحترمونا. نحن بدنا نعلم الناس انه لا، مش اذا خسر خيارنا السياسي، وأنا أقول بشكل واضح خسر خيارنا في سوريا. نحن خسرنا المعركة. مش يعني نروح نتبرى ونقول نحن ما خصنا وما قلنا عليه، أو أرغمونا وأجبرونا وكنا نقول وما سمعونا لا لا، أبدا طيب أبدا أنا أبدا ما رح أبدا. فوت بهيدا هالقد، لأنه مبين حضرتك واضح بأنه منك من الناس اللي بده يقولوا أنا بغسل إيدي من أبدا. عيب. هالموضوع. عيب. أوكي. وأنا بقول أكتر من هيك. أتمنى منكم كإعلاميين، ما رح أقول محايدين، ما في شيء اسمه إعلام محايد، في اسمه إعلام موضوعي أو إعلام غير موضوعي. تروحوا على الحياة السياسية اللبنانية وتجوا بكل الأسماء التي تولت مسؤوليات منذ لحظة دخول الجيش العربي السوري إلى لبنان إلى تاريخ 8 كانون أول، وكل الأحزاب، وتحاسبوا كل واحد على شو استفاد وعلى شو ما استفاد، ورح توصلوا لخلاصة. على المستوى الحزبي يمكن في غير سمير جعجع ما في حدا بيقدر يقول أنا لم أستفد. وإذا بتحطي بالعملية التصنيف من 1 ل100، بيطلعوا القوات بالمية، بنطلع نحن كحزب بعث بال99. نحن لا أخذنا وزارات داخلية ولا دفاع ولا رئاسة حكومة ولا رئاسة مجلس ولا مواقع فئة أولى، ولا أخذنا حصص وزارية ولا أخذنا كتل نيابية. نحن لما كانوا بدهم يسيرونا كتير يعطونا وزير عمل، ولما بدهم ينحرجوا بتمثيل نيابي لحدا يكون على حسابنا نحن. ولا عملنا ثروات في سوريا ولا عملنا مصاري في سوريا